وبركاته. حبايبي طلاب الثانويه العامه، عشان الناس زمايلنا اللي بيسالوا بس يعني ازاي الفصل السابع يكون كله في صنفره واحده، تعالوا نبص مع بعض كده. احنا في الاول الفصل السابع مصر وقضايا الوطن العربي. بنقسم الفصل اول جزئيه الاستعمار والقوميه العربيه. الجزء الثاني جامعه الدول، الجزء الثالث قضيه فلسطين، والجزء الرابع الحروب بين العرب واسرائيل، ثم تغيير السياسه المصريه والاتجاه نحو حل السلم. في البدايه الاستعمار، انا عندي 6 أو 7 اسئله على الجزئيه دي. اول حاجه، الاستعمار عمل ايه عشان يضعف القوميه العربيه؟ اولا هيقسم الوطن العربي لاجزاء ويعمل حواجز جمركيه، هيخلق اسر ذات اطماع وينهيها بعروش وهميه، هيخلق جنسيات متعدده، مصريين وليبيين وتونسيين وفلسطينيين، اثاره النعرات زي النعره الفينيقيه والنعره الفرعونيه، اثاره العداء الطائفي بين الاديان والمذاهب، هيحاول يعمل تفرقه عنصريه، هيدعي ان البربر ليسوا عرب، هيسخر التعليم لاضعاف الثقافه العربيه في الاماكن اللي فيها استعمار انجليزي وبعيد العرب عن تيار الفكر الحديث، وفي الاماكن اللي فيها استعمار ايطالي فرضت اللغه والثقافه الايطاليه، وفي الاماكن اللي فيها استعمار فرنسي فرضت اللغه الفرنسيه. تاني حاجه تعدد النظم الاقتصاديه والسياسيه في الوطن العربي، بلاد ملكيه وبلاد جمهوريه وبلاد فتحت الصهيونيه. ايه نتيجه وسائل الاستعمار؟ تم تفتيت الوحده ماديا وتم اضعاف القوميه، ولكن الى حين. ليه الى حين؟ لانه لا خوف على القوميه العربيه. ليه مفيش خوف على القوميه العربيه؟ طالما عندي لغه واحده وثقافه مشتركه وتاريخ مشترك مفيش خوف. علشان كده ظهرت 4 حاجات ادت لعوده القوميه في العقد الرابع، اللي هي تقدم وسائل الاتصال الفكري، تقدم وسائل المواصلات، تقدم مناهج التعليم، والاحساس بالمحنه المشتركه. احساسنا بالمحنه المشتركه ادى الى ايه؟ ادى الى اشكال التقارب بين العرب. العرب هيعملوا ايه؟ يعملوا معاهدات عشان يصفوا الخلافات. المشتركه ما بينهم كانت السعوديه مع اليمن والطائف، اليمن معاهده الطائف، ومع العراق ومع مصر. بعد كده مؤتمرات لحل مشكله فلسطين زي مؤتمر المائده المستديره ومؤتمر بلودان. وفي مؤتمرات لحل المشكلات المشتركه، مؤتمر الاطباء والمحامين والمهندسين. طيب واحنا بنعمل كده ايه اللي حصل؟ قامت الحرب العالميه الثانيه، فالعرب وجدوا ان الحرب دي فرصه يتخلصوا من الاستعمار، فهتظهر فكره جامعه الدول العربيه كشكل من اشكال التقارب. وبريطانيا رحبت بالوحده عشان تراضي العرب وتجمع العرب وراها، عشان بريطانيا كانت عايزه تستفيد من قناه السويس والبترول الى اخره. وبالتالي بريطانيا على لسان وزير خارجيتها مستر ايدن اصدر التصريح الاول العرب رفضوه، والتصريح الثاني مصر قبلته، ودعا مصطفى النحاس لانشاء جامعه الدول العربيه في مجلس الشيوخ المصري. يبقى هنا النقطه الثانيه جامعه الدول العربيه. بدات ايه؟ بدات باستجابه النحاس لمستر ايدن. مصر هتعمل مشاورات تمهيديه هتدعو لمباحثات ثنائيه في القاهره. بعد كده لجنه تحضيريه للمؤتمر العام هينتج عنه بروتوكول الاسكندريه اللي كان بينص هنعمل جامعه من الدول العربيه المستقله اللي عايزه تنضم، ولا يجوز استخدام القوه ولا يجوز استخدام سياسه تضر الجامعه، ولكن كان في عيب ان قرارات المجلس ملزمه لمن يقبلها فقط. طب انت لو عايز تعدله المفروض القرار ملزم للجميع، يكون بالاغلبيه ملزم للجميع. طيب جم بعد كده عدلوا البروتوكول في حاجه اسمها ميثاق جامعات الدول العربيه اللي اتعمل سنه 45، واختاروا مقر القاهره لان مصر اللي عملت الجامعه، واول امين كان عبد الرحمن عزام، وقع عليه 7 دول عربيه: مصر وسوريا لبنان سعوديه اليمن العراق والاردن. خلاص؟ والميثاق نص على نفس الكلام بتاع البروتوكول، لكنه للاسف ما عرفش يعدل الحته بتاعت قرارات المجلس ملزمه لمن يقبلها. عشان كده لما اجي اقول ليه الميثاق اضعف من البروتوكول، ايه عيوب الميثاق؟ علشان ايه عيوب الميثاق؟ اللي هي الجزئيه بتاعت ايه؟ الميثاق نص على ان القرارات تكون بالاجماع حتى تكون ملزمه للجميع. طبعا كده ما عملتش حاجه، ما كده بتقول لازم تكون بالاجماع، فما فيش اصلا قرار حتى يتجمع عليه، المفروض تبقى بالاغلبيه. تاني عيب ان الجامعه كان في تحفظات كتير، كل ملك وكل رئيس دوله بيدور على مصلحته بس، فكثرت التحفظات من الدول، وده كان بسبب ان الاستعمار عنده مخطط واضح لمدى ما يسمح به من اتحاد بين الشعوب العربيه. المهم القرار دوت او الميثاق دوت ادى لتعطيل القرار. يعني يا استاذ الجامعه ما نجحتش، لا نجحت في بعض القضايا العربيه، قضايا غير سياسيه اسهمت في بعض في نجاح بعض القضايا، ولكن الجامعه فشلت فشلا ذريعا عندما هزمت في 48 وعملنا اتفاقيه
اسمها رودس مع اسرائيل، وفشلنا في ازاله دوله اسرائيل او انقاذ شعب فلسطين. فنظرا لذلك مصر عملت ميثاق الضمان الجماعي عشان تعوض فشل الجبهه. وكانت الماده الثانيه في الميثاق بتقول ان اي اعتداء على اي دوله عربيه هو اعتداء على الجميع، ولازم الدول تساند هذه الدوله رد الاعتداء. لو نفذ هذا الميثاق لتحول الحلم الى حقيقه، ولكن النتيجه لم ينفذ ميثاق جامعه الدول العربيه، فمصر هتعمل اتفاقيات ثنائيه. طيب كده خلصنا من الجزئيه الاولى والثانيه. الجزئيه الثالثه ودي من اهم الاجزاء عندنا في المنهج، قضيه فلسطين. انا بقسمها لثلاث اجزاء. اول حاجه بدايه الحركه الصهيونيه، هنتكلم عن احوال اليهود في اوروبا. اليهود كانوا عايشين في شيء خاص بيهم، في حي خاص بيهم كده، ما بيحبوش يختلطوا غيرهم. ليه؟ عشان يحافظوا على مقاومتهم اليهوديه، لان كان في نظريه في العصر الحديث اسمها النظريه القوميه، خلاص؟ فده سبب لهم عداء مع مسيحيين اوروبا، يبقى كده في عداء بين المسيحيين واليهود. تاني حاجه، اليهود استثمروا مهاراتهم وكونوا ثروات كبيره، خلاص؟ طيب كونوا ثروات كبيره ليه؟ لان كان في نهضه فكريه واقتصاديه، يبقى النهضه الفكريه والاقتصاديه اثرت على ارتقاء احوال اليهود. خلاص؟ طيب تعالى بعد كده، منذ مطلع القرن ال19 اليهود بيدوروا على اي طريقه توديهم لفلسطين، على اعتبار ان فلسطين ارض الميعاد التي وعد الله بها شعبه المختار، اي كلام يعني. ولذلك تعالوا نشوف بقى النقطه الثالثه، خطوات اليهود للهجره. قاموا عاملين واحد المؤتمر اليهودي الاول، وفيه بحثوا المساله اليهوديه وفكره وطن قومي اليهود. ثم المؤتمر اليهودي الثاني 1905 فلسطين اتحددت هي الوطن القومي، ورفعوا شعار الصهيونيه يعني العوده الى ايه؟ فلسطين. ثم انشئت المنظمه الصهيونيه والصندوق الصهيوني لتمويل الهجره وشراء الايه؟ الاراضي للي هيهاجر. ادي الجزئيه الاولى في القضيه. جيت بعد كده مين اللي هيساعد؟ انجلترا. انجلترا هتساعد اسرائيل من 1917 ل 1939. امتى كانت المساعده؟ اثناء الحرب العالميه الاولى. اشمعنى؟ في مصالح بين الاثنين، بين بريطانيا وبين الصهاينه. الخطوات: واحد، بريطانيا اصدرت وعد بلفور سنه 1917 بينص على اقامه وطن قومي اليهود في فلسطين. لما اجي اتكلم عن الوعد ده اقول ان كلمه في فلسطين لا تعني ان كل فلسطين وطن قومي. ثانيا، هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لان بريطانيا اعطت فلسطين التي لا تملكها الى شعب ليس له حق في فلسطين. ثلاثه، التصريح لم يشر للعرب، تتكلم عنهم ان هم طوائف غير يهوديه، رغم ان العرب كانوا في الوقت ده 92% واليهود كانوا كام؟ 8%. اذا بريطانيا عايزه تقضي على عروبه مين؟ على عروبه فلسطين. طيب جينا بعد كده، بريطانيا هيتم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ازاي؟ لما الحرب العالميه الاولى خلصت العرب راحوا مؤتمر الصلح كان بيمثلهم فيصل بن الشريف حسين وطلب استقلال فلسطين. في نفس الوقت الصهاينه كانوا يعني دماغهم شغاله، قدموا مطالب بس كانت مطالبهم منظمه. قال لك: واحد، احنا عايزين الاعتراف بالحق التاريخي لليهود في فلسطين. اثنين، عايزين وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ثلاثه، عايزين تنفيذ وعد ايه؟ بلفور. عشان كده تم عقد مؤتمر سان ريمو تعديل اتفاقيه سايكس بيكو ووضع فلسطين تحت الانتداب الايه؟ البريطاني. فاحنا رحنا لعصبه الامم، الحقيقه عصبه الامم ما ينفعش الانتداب، فعصبه الامم وافقت على نظام الانتداب، وبذلك تخلت عصبه الامم عن واحد من اهم مبادئها وهو مساعده الشعوب على الاستقلال. المهم يا استاذ، تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني سنه 1920. يبقى احنا جينا من 1897 المؤتمر اليهودي، 1905 المؤتمر اليهودي الثاني، 1917 بعد بلفور، 1920 الانتداب. وتم تعيين هربرت صامويل ليكون اول معتمد بريطاني في فلسطين، اللي اصدر قرارات بنقل الاراضي من الدوله الى اليهود وفتح ابواب الايه؟ الهجره. خلاص؟ طيب ولكن بريطانيا مش هتسيب هربرت صامويل يحكم من دماغه، خلاص؟ اي نعم هو عامل اداره ذات طابع صهيوني، لكن هتصدر له الكتاب الابيض الاول. ايه اصل الكتاب الابيض الاول ده؟ كتاب يعني زي القانون الاساسي اللي كانت بريطانيا اللي كان عامله اللورد دافرين لمين؟ للورد كرومر عشان يحكم مصر. الكتاب الابيض الاول. خلاص هو ما اسموش الاول، هو اسمه الكتاب الابيض 22 بس احنا بنسميه الاول. طيب الكتاب الابيض الاول مين اللي اصدره؟ بريطانيا. اصدره لمين؟ ليه؟ هربرت صامويل اللي هو المعتمد البريطاني علشان يطبقه في فلسطين. بيقول ايه؟ واحد، وعد بلفور غير قابل للتغيير. يعني ايه؟ بيأكد على اليهود، ولكن بيقول ايه؟ فلسطين مش كلها تبقى يهوديه زي ما انجلترا انجليزيه. طب بيقول كده هو بيموع العرب بيشتغلنا. ثالث حاجه، ضروره زياده اليهود في فلسطين عن طريق الهجره، يعني فتح ابواب الهجره. طيب يا استاذ، هنا العرب رفضوا طبعا. طيب والصامويل اللي هو هربرت صامويل المعتمد هينفذ،
وبدأ إن هو فعلا يشغل اليهود في الزراعة. خلاص. أما اليهود اليهود بقى مكانتهم زادت، فاعتدوا على حائط اسمه حائط البراق 1929، وده جزء مقدس إسلامي ملتصق بالمسجد الأقصى. اليهود اعتدوا عليه وسموه حائط المبكى، وقعدوا يندبوا على إيه؟ على مجدهم الخطيب الزائد. خلاص. فحصلت صدمات دموية في حائط البراق، فبريطانيا كيلت بمكيالين. يعني إيه؟ عملت العرب بعنف، لكن مع اليهود عملتهم بايه؟ برفق. يبقى كده الكتاب الابيض ده اول عامل مشاكل. قامت بريطانيا عملت الكتاب الابيض الثاني سنه 30 بعد حائط البراق بسنه. قالت فين؟ وقعد بلفور مش هيتغير. العرب كانوا طلبوا يعملوا حكومه نيابيه، لكن بريطانيا قالت لا، مش هنعمل حكومه دستوريه. لو عملنا حكومه دستوريه هتبقى فلسطين عربيه مش فلسطين يهوديه. ثالث حاجه، اوصت بفرض قيود على الهجره، لكن ما وضعتش الوسيله اللي تمنع الهجره. إذا الكتاب الأبيض الثاني يفتقد للحث، لأنه لا يمكن تنفيذ ما جاء به إلا لو صدرت بيانات ثانية من بريطانيا. المهم يا أستاذ، رغم إن الكتاب ده ما فيهوش حث وإن هو يعني ما زعلش اليهود في حاجة، لكن اليهود يعتبروا أن الكتاب الأبيض الثاني تخليا عما وعدته بريطانيا في وعد إيه؟ بلفور. وفضل اليهود ورا بريطانيا لحد ما بريطانيا أصدرت بيان آخر تتراجع فيه عن كل النقاط التي اعترض عليها اليهود، بل إن البرلمان والحكومة الإنجليزية أصدروا بيان إن تمليك فلسطين لليهود ما هو إلا سياسة بريطانية راسخة. وبدأوا كمان يساعدوا اليهود المهاجرين إلى مين؟ إلى فلسطين. خاصة في الوقت ده كان هتلر والسياسة بتاعت ألمانيا بتضطهد اليهود. فاليهود طب يا جماعة ما انتوا بتضطهدوا في ألمانيا، ما تروحوا أي حتة في أوروبا، اشمعنى فلسطين؟ قال لا، لازم أنا أروح فلسطين أحسن لي. طب اشمعنى فلسطين؟ قال لك لأن البرلمان الإنجليزي والحكومة الإنجليزية أعلنوا أن تمليك فلسطين لليهود ما هو إلا سياسة بريطانية راسخة، وكمان هتاخد فلوس عشان تساعدك إنك تخدم فلسطين. خلاص يبقى أنت كيهودي تروح فلسطين أحسن. خلاص. المهم